صباح الخير عليكم او مساء الخير عليكم على حسب التوقيت والمكان اللي بتشوفوا منه الفيديو. اهلا بكم معايا وحلقه جديده من حلقاتنا على قناه سوبر مروه وزهره. بحبكم في الله حبايب زهره، صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حبيبي يا رسول الله، بحبكم في الله حبايبي، منورين القناه جميعا. حبايبي متابعيني اللي من زمان، ربنا يبارك لي فيكم يا رب، ودايما دمتم نعمه في حياتي. اما الناس الجديده اللي لسه مشتركه معايا برحب بيكم طبعا على راسي من فوق. يا رب اكون عند حسن ظنكم. وحبايبي اللي لسه ما اشتركوش وبيتابعوا القناه مستنيين ايه؟ انزلوا حالا تحت الفيديو هتلاقوا زرار اسود، دوسوا عليه واعملوا اشتراك او سبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار باي حاجه بعملها، سواء كان لايف او منتدى او فيديو جديد. بحبكم في الله حبايبي، وتعالوا النهارده نشوف هنعمل ايه. طبعا الفيديو اللي انا هتشوفوه دلوقتي ده فيديو قديم، ولكن لما نزلت فيديو فرش البلكونه بالزرع وهكذا، وقلت ان انا اللي عامله النقاشه بتاعت البلكونه، في ناس كتير قالت لي يا ريت نشوف طريقه النقاشه بتاعت البلكونه كانت عامله ازاي. حاولت ان انا ابعت الروابط، ولكن في ناس كتير مش بتعرف تشتغل على الروابط، فقررت ان انا انزل لكم الجزء الخاص بالنقاشه، ويا رب يعجبكم واكون عند حسن ظنكم. طبعا دي اقل حاجه ممكن اعملها، في ستات احسن مني بكتير ومبدعين وفنانين واصحاب مجهود على اليوتيوب. ربنا يا رب يبارك لكل حد في رزقه. بحبكم الله في حبايبي يا حبايبي، وما تنسوش اللايك للفيديو بالله عليكم. لو عجبك الشغل ما تنسوش اللايك، او لو حسيتوا ان الفيديو يستاهل ما تنسوش اللايك. وبحبكم في الله، وبشكركم جدا على وجودكم معايا في القناه، وحبكم ليا ودعمكم ليا ودعواتكم ليا. ادعوا لي دايما ربنا يثبتني على اللي انا فيه. ادعوا لي دايما ان ربنا يقويني على اولادي، ربنا يبعدني عن اي حاجه حرام، وربنا يرزقني بالحلال، وكمان ربنا يهديني لو في اي حاجه فيا بعيده عن ربنا. ربنا ان شاء الله باذن الله يقربني منه فيها، وده اللي انا بتمناه. بحبكم في الله ومش هستطول في الكلام. لايك بقى وتعليقات حلوه كده، وتعالوا نشوف الجمال اللي انا هعمله ده. هرجع لوظيفتي اللي بحبها. بصوا بقى، انا كنت في ثانويه عامه دارسه فنون جميله، يعني دارسه كورسات فنون عشان ادخل كليه فنون جميله، ولكن للاسف ما الحظ ما جابنيش على 1% ان انا ادخل فنون جميله. ساعتها تعبت جدا وتعبت نفسيا وبطلت اكل وعلقولي محلول. المهم بقى، قلت امارس هوايتي زي ما انا بحبها كده، برسم لوح وبرسم حاجات كتير، بحب الديكورات. قلت امارسها بره، ونزلت اشتغلت مع مهندسة. كانت كذا مهندسة يعني بيبقوا خريجين فنون جميلة، وكانوا بيحتاجوا معاها بنوتات معاهم ان هم يساعدوهم في الديكورات. فما تستغربوش من اللي انا بعمله، هي دي الوظيفة اللي انا بموت فيها. ولكن ما بمارسهاش بقى بره، بمارسها في البيت. الاول كنت ممكن اطلع مع مهندسة نمسك ديكورات شقة، لكن دلوقتي خلاص بقى من بعد ما اتخرجت اشتغلت بشهادتي وهكذا. يلا بقى نشوف هنعمل ايه النهارده. زي ما قلت لكم، انا قلت لازم اغير البلكونه دي تماما. قلت لا، هعملها مكان حلو كده ممكن نصلي فيه التراويح لو ما قدرناش ننزل، وممكن نفطر فيه نتسحر فيه نقعد قعده حلوه. لسه هحط فيه اضاءه وهعمل فيه زينه رمضان، وهغير شكله تماما. اخترت اللون الكافيه ده، اللون البني ده. قلت اطعم بيه البلكونه واعمل الطوب الحراري. ممكن تجيبي الدهان بتاعك يبقى كبسي او جوتن او سايبس او كيماويات البناء الحديث او شركة الندى، كل دي شركات بتعمل البوية. اختاري اللي يعجبك، طبعا اعلاهم جوتن. انا جبت كيلو واحد عمل 55 جنيه، كيلو اللي هو اللون البراون اللي انتوا شايفينه ده. وجبت بقى الشريط اللي انا ماسكاه ده، اسمه اللي هو شريط الدوكو. ده اسمه كده، بيتباع عند الموان ب5 جنيه. زي ما انتوا شايفين اهو، لزقت بقى عملت بيه الفواصل اللي في الحيطة، جبت شريطين يعني ب10 جنيه. يبقى كده الموضوع معايا وصل لكام؟ ل65 جنيه. وجبت ازازة جاز عشان اغسل فيها الفرشة، عشان ابدأ انضف الفرشة واشيلها وهي طرية. ب4 جنيه، يعني الموضوع عمل معايا 70 جنيه. اهو اللون البني اهو زي ما انتوا شايفين. بزوده مية عشان طبعا ده بلاستيك، خامة بلاستيك يعني. وجبت نص لمعة، هو بيبقى فيه منه ربع لمعة ولمعة كاملة. انا جبت نص لمعة عشان يبقى لذيذ معايا كده ويعطيني ضوء حلو. لزقت بقى الشريط بتاع الدوكو بتاعي على كل الاماكن اللي انا حابه ان انا يعني ايه يعني اخليها هي اللي عامله فواصل. وفي البرانق كده بتاعت البلكونه اللي انا وريتها لكم، قلت اطعمها كده بنفس اللون، فلزقت على الدايره اللي كانت موجوده فيها. استعنا على الشقه بالله. يلا بينا بقى. انا كان عندي روله كبيره، ولكن انا كنتش محتاجه روله كبيره، يعني الموضوع مش مستاهل. رحت ايه، قلت اشتغل بالفرشه على طول.
جبت الفرشة بتاعتي واشتغلت زي ما انتم شايفين كده اهو. بدأت احط اول طبقة من البني البلاستيك. طبعا احنا هنعمل وشين، وعايزة اقول لكم اجمل لحظة هي اللحظة اللي انا بشيل فيها اللزق اللي هو بتاع الدوكو ده، وبشوف النتيجة في الاخر قد ايه جميلة وممتعة وروعة، وهتشوفوا معايا الشكل في الاخر حاجة كده تفتح النفس وتشجع. قومي يلا بقى يا ست الكل، قومي تشجعي. لو عندك كده بلكونة حلوة، لو عندك جزء في سطح كده ينفع تظبطيه ظبطيه، هاتيله شوية زرع، هاتيله شوية إضاءة، هاتيله شوية زينة رمضان. شوفي له سجادة قديمة مش محتاجاها افرشيها فيه. الكلام ده على البلكونة، الكلام يمشي على السطح، الكلام يمشي على منور داخلي في يعني لو انت عندك منور في دخلة العمارة واسع وحلو ليه سقف كده ينفع يتقعد فيه وهواه حلو. كل الأماكن دي يلا نستغلها عشان رمضان بيحب اللمة. فاحنا طبعا ربنا يعني ان شاء الله بإذن الله مش هيكسفنا، وان شاء الله بإذن الله هنقدر ان احنا نتجمع مع كل حبايبنا والمساجد تفتح وننزل نصلي التراويح ان شاء الله. انا هنا كنت بعمل ايه؟ بعمل الجزء اللي فوق اللي انتوا شايفينه، اللي هو الجزء اللي فوق كنت بديله الوش الاول. طبعا بسيبه ينشف بقى نص ساعة، فلما اللي تحت نشف حطيته وش تاني وهكذا. والبرانق نفس الحكاية اهو. طبعا ده اول وش في الجزء اللي فوق. انا كنت واقفة مني للهوا وايه، حاسة ان انا هطير زي ما انتوا شايفين كده. انا بدأت ادي البرانق. طبعا شريط اللحام ده بيديني فاصل وبيبعدني عن الاماكن اللي انا مش حابة ان انا احط فيها الدهان، عشان تطلع منظمة وتطلع نظيفة ومظبوطة بالملي. عايزة اقول لكم طبعا مفيش حد معصوم من الغلط، ممكن يطلع منك نقطة كده نقطة كده. عشان كده احنا هنعمل برضو تصليحات في الاخر. لو لقينا نقطة من البني دخلت على اللون الاوف وايت ولا حاجة، كل ده هيتظبط في الاخر. عايزاكم تشوفوا الشكل النهائي وتحط لايك للفيديو لانه فعلا فيديو يستاهل اهو. طبعا الموهبة بتبقى حلوة قوي. كل ست فينا جواها موهبة وجواها يعني بتبقى مميزة في حاجة عن التانية أو غير التانية. فدوري على الحاجة اللي انتي مميزة فيها، دوري على الحاجة اللي بتحبيها. عايزة أقولك قد ايه متعة ان انتي تعملي حاجة بتحبيها، قد ايه متعة ان انتي تكوني بتحسي ان انتي بتعيدي تدوير او بتنظفي جزء في البيت، او بتعيدي شياكته او بتعملي له ديكور. انا ما بقصدش هنا التنظيف العادي ان انت تجيبي ميه وصابون وتدعكي، لا انا بقصد ان انت تجملي عندك باب خشب مثلا بتاع الحمام، او باب خشب بتاع اوضه وحاسه ان هو شكله مش ظريف. مستنيه ايه؟ ما تعتمديش على حد. ممكن انت تقومي تجيبي الخامات اللي يعني لو مش عارفه الخامات ممكن تتعمل ازاي، اوصفي شكل الباب والعيوب اللي فيه للموان مثلا، وهو هيديكي الحاجات وهيقولك على طريقة الاستخدام كمان، وهيديكي كمان حاجات موفرة. لأن يعني النقاشة بصفة عامة للشقة لو كانت فيها تأسيس دي ممكن تحتاج نقاش، بمعنى ان هي حاجة على المحارة ومحتاجة لسه معجون وهكذا. لكن لو هي اخده قبل كده نقاشة، فانتي بتبقي بتعملي جماليات وديكورات وحاجات زي كده بتبقى بسيطة معاكي خالص. لو عندك الموهبة دي قومي وما تستخسريش وما تكسليش. انا عملت بث مباشر من كام يوم، وقعدت اقول ايه، انا برسم، كنت برسم في البث المباشر ده، رسمت كذا صورة كده، وفي ناس دخلوا لي في التعليقات قالوا لي انتي بتقولي الرسم زي النقاشة وهكذا، وبتتكلمي عن المعجون والصنفرة والجبسون بورد انتي عندك حد نقاش؟ قلت لهم انا النقاش. قلت طب والله بقى انا يعني انا هثبت للناس ان انا فعلا خلفيتي عن التجميل بصفة عامة او عن الديكورات بصفة عامة مش كلام، دي حقيقة. زي ما انتوا شايفين بصوا بقى، دي اللحظة اللي انا بحبها جدا جدا بقى. لما جيت اخلص خالص حسيت ان انا فعلا تعبي يعني والله ما تعبت، يعني عايزة هي خدت مني ممكن ساعتين. وانا طبعا مسرعة الفيديو عشان ما يبقاش طويل عليكم، ولكن زي ما انتوا شايفين كده كانوا اجمل ساعتين في اليوم كله، لان حسيت ان انا عملت حاجة جميلة وحاجة مفيدة وحاجة مختلفة اهو. طبعا انا هنا بشير شريط الدوكو، بسحبه من على طرفه، ما بسيبهوش كتير، يا دوبك بدي الاول الوش واسيبه نص ساعة الوش التاني، وبعد كده بسيبه برضو يشف معايا لمدة مثلا ربع ساعة، واروح بقى ايه بادئه شايله شريط الدوكو ده. ما ينفعش اسيبه اكتر من كده عشان ما يلزقش في الحيطه ويتعبني وانا جايه اشيله اهو. زي ما انتوا شايفين. قولوا لي ايه رايكم بقى، الديكورات صعبه ولا سهله؟ اهي.
زي ما انتوا شايفين كده. لسه كمان هنشيل بقى اللي على البرانق. بصوا، شلت الجزء اللي على البرانق اهو، برضو طلع جميل جدا 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 اهو. شلت من تحت ومن فوق. الجزء بقى اللي انا ما حطيتلهوش شريط دوكو عشان خلص مني، طبعا طلع ملخبط شويه، هوريه لكم دلوقتي، ولكن في الاخر عملت بقى التظبيطات بتاعتي بالفرشه، وكان عندي شويه من اللون البيج اهو. اللون البيج بتاع البلكونه الاساسي كان عندي شويه، شويه صغيرين قوي. رحت بقى قعدت اظبط بيهم اهو زي ما انتوا شايفين بقى. طلعت فوق كمان اشيل الشريط من فوق. طبعا وشي اللي ملخبط ده وهدومي دي، ده اليونيفورم بتاع الشغل. محدش يتريق عليا، انا اول مره اطلع كده على القناه، بس مش مكسوفه منكم. انا هتكسف منكم ليه؟ يعني كل حد، وتحيه كبيره بقولها هنا لكل صنعه، اي حد بيشتغل اي وظيفه، سباك، نجار، بتاع محاره، بتاع نقاشه، بتاع سباكه، يعني اي حد بيشتغل وظيفة بقدم له تحية من هنا، وبقول له الشغل مش عيب. العيب هو اللي يمد ايده، العيب هو ان انا اقعد في البيت واستنى اللي يبعت لي واستنى اللي يجيب لي. فبجد الناس دي بتتعب قوي. انا بقول لكم كده لان انا جربت قد ايه هم بيبقوا جواهم موهبة حلوة قوي ان هم يطلعوا حاجة جميلة بالشكل ده، وفي نفس الوقت بيبقى اكل عيشهم اللي هم ملتزمين بيه كل يوم. اي صعوبات بتقابلهم فيه بياخدوها بحب، ما هماش قاعدين على مكتب. انا هنا كنت بظبط بقى الحاجات البني اللي طلعت مني عشان شريط الدوكو، وهنا كمان هنا كان في نقط وقعت مني وانا بعمل الجزء اللي فوق، فبدأت أعيد عليها مرة. طبعا اللون البني كان صعب ان انا اغطي عليه، لكن عملت النقط دي مرة واتنين وتلاتة اهو زي ما انتوا شايفين كده. فبقدم لهم تحية كبيرة قوي قوي من هنا، وبقول لهم ربنا يقويكم يا رب. قد ايه الوظايف دي بجد ما بنحسش بيها، لما تجربي تعرفي الناس دي بتتعب قد ايه، والناس دي ايديها تتلف في حرير قد ايه. اهو انا كنت بقى زي ما بقول لكم كده كل شويه اطلع اديها وش، الاقي النقط لسه باينه عشان اللون البني بيبقى غامق، فعطيتها كذا وش باللون الاوف وايت لحد ما يعني النقط او العيوب اللي ظهرت معايا بعد ما خلصت اتدارت كلها والدنيا بقت تمام. البويه اللي في وشي دي مش ده انا اللي حطاها بايدي، مش هي اللي يعني مش نزلت على وشي ولا حاجه. انا هنا كنت بشرح لكم بقى عملت ايه، والعيوب دي اللي انا هعدلها وهكذا، وكنت بقى راكبه على السلم وهكذا. بصوا بقى ده كده كان الشكل النهائي للبلكونه، فوق وتحت وفي الجنب وفي كل حاجه اهو زي ما انتم شايفين. قولوا لي ايه رايكم في التعليقات، انفع ولا ما ينفعش؟ كنت مبسوطه قوي وانا بعمل الفيديو ده عشان خاطر ابقى اقدمه لكم واقول لكم اتفضلوا قوموا اتشجعوا بحاجة بسيطة زي دي، واشجعكم. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم، والسلام عليكم.